السلام عليكم. السلام. اولا يعني قبل ما ادخل في الموضوع على طول في لا تعليق، بس احنا مش اغلبيتنا عندنا اكتئاب ولا حاجه زي ما قال الدكتور يسري. احنا معظمنا ناجحين جدا ولنا رجال اعمال كبار جدا في اسكندريه علميين، ناس ناجحه جدا. وانا احمد يامل صاحب معامل احمد يامل لتلفزيون الساعه، والحمد لله نعمل على اعلى مستوى في مصر من التجهيزات. دي نقطه. اما انا فمش داخل لا اتكلم عن شعارات ولا سياسه، انا داخل اتكلم في لب الموضوع مباشره. عامل دراسه للنقابه فرع اسكندريه بتحديد المشاكل اللي بتواجه العلميين ابناء النقابه وحلول لجميع المشاكل باساليب سهله وميسره لا تستغرق سنوات ولا ايام ولا وعود. حلول فوريه لمشكله. فنتناول مثلا على سبيل المثال أول مشكلة تحسين وضع العلميين زي ما اتكلم الأخ سواء في الشركات أو في المصانع أو كذا. ليه وضعهم سيء؟ عشان مفيش نقابة وراهم، مفيش نقابة بتحميهم، مفيش نقابة بتدافع عن حقوقهم. إزاي النقابة هتدافع عن حقوقهم؟ وإزاي هتحميهم؟ هيبقى في محامي للنقابة أو في مسؤول عن علاقات عامة. أي مشكلة لأي علم في أي مكان هيروح بجواب رسمي مختوم من النقابة بفلان الفلاني أو وضع الكيميائيين في المكان المعين. ازاي يتحسن؟ وممكن قضيه بكذا هنقدر نحسن النقطه اللي هي وضع الكيميائيين. برضو الوضع في الناحيه الوظيفيه، يعني مثلا العلمي في مكان على الدرجه الثالثه ومعاه واحد ثاني على نفس الدرجه وده بياخد اضعاف ده وده ما بياخدش. برضو كل ده النقابه المفروض تسعى من خلال مندوبيها او من خلال محامي بتصحيح الاوضاع. بمجرد جواب الناس دي هتتهز وهتغير وهتصحح المسار. احنا عشان عندنا نقابه سلبيه للاسف ما بتتكلمش عن حقوقنا، لذلك كل واحد بينجح كشخص كفرد ونجاحه بيبقى مربوط بيه. مشكله مثلا ثانيه وجود نادي للعلميين على شاطئ البحر اسوه بالنقابات الاخرى. انا ما عنديش معلومات كافيه هل في ارض مخصصه للنقابه ولا ما فيش. اللي انا سمعته مش متاكد منه، ده هنتاكد منه ان شاء الله اثناء الانتخابات، ان انت ليك ارض مخصصه اسوه بالنقابات الاخرى، ودي حلها سهل وبناء زي ما النقابات الثانيه بنت. انت هتبني شركه هتدخل بمرابحه او لها نسبه معينه وانت ليك نسبه معينه كنقابه وهتزود دخل النقابه وهتعمل متنفس للعلميين وهيبقى مصدر ربح ودخل سواء بصلاه زي في المهندسين ما اعرفش بيقدروا كام في اليوم او ناس مدفعه. بعد كده انا هتكلم زياده شويه عن موضوع التحليل لان انا متخصص واستشاري في هذا المجال. يبقى انا اعمل دورات تدريبيه متخصصه في كل المجالات، في التحليل في البترول في الكيماويات في البتروكيماويات، وعندي خبر ناس على المعاش الناس اللي خبراء في كل الشركات ورؤساء مجالس الادارات السابقين الاساتذه اللي بيدرسوا في الجامعه، واقدر ان انا اعمل دورات متخصصه في الموضوع ده لرفع كفاءة العلم. ان انا برضه اعمل مصادر طبيه العلاج الاسري اسوه بالنقابات والهيئات وكل الناس عاملاها ما عدا احنا. طب دي نعملها ازاي؟ كل ما تتكلم يقول لك اصل ما فيش موارد. لا، انا ازود مواردي. اولا عدد الاعضاء في فرع اسكندريه انا اخر حاجه اطلعت عليها 13132 عضو. هتقول لي ان السداد بتاعهم بيروح للنقابه العامه في القاهره. لا، انا لازم يبقى ليه جزء خدمي في اسكندريه. انا هخص كلامي اكتر اسكندريه لان انا مرشح لاسكندريه ومش عايزين نعلق مشاكلنا على النقابه العامه، يعني احنا عايزين نحل مشاكلنا احنا بنفسنا في اسكندريه. في المظله الطبيه انا مثلا هيقول لي مالكش مخصص او ما عندكش مخصص، اقدر احلها ازاي؟ اولا ممكن العضو اللي هيشترك في المظله الطبيه هيدفع اشتراك سنوي قيمه معينه 100 جنيه 200 جنيه وانا اشترك مع المستشفيات الكبيره والمعامل ومراكز الاشعه اسره بكل الناس. الفلوس ما كفتش، هنزود مصادر دخل النقابه. الدورات التدريبيه اللي احنا هنعملها المتخصصه دي هيستفيد بها العضو وهتستفيد بيها النقابه. النادي لو احنا انشأناه هيزود برضه نفس الموضوع. لو احنا عملنا مؤتمر سنوي في مجالات مختلفه من التحليل او الكيماويات او البترول او كل التخصصات عندنا كتير جدا، معظم دخل النقابات الاخرى مش انتوا عارفين قائم على العلميين. يعني
يعني مثلا نقابه زي الاطباء بتعمل مؤتمر سنوي طيب انا في اسكندريه، اللي بينور المؤتمر بنسبه 99% هي الشركات اللي بيمتلكها العاملين زمايلنا واصحابنا. بيشاركوا اولا، بيشاركوا معارض بيعرضوا تخصصاتهم واجهزتهم وكده. تاني حاجه بيشاركوا كاعضاء مشاركين في المؤتمرات بيدفعوا نسبه. تالت حاجه بيشارك بيروح ياخد شهاده من المؤتمر ب 50 جنيه. كل ده داخل النقابه. هنقدر ان احنا نعمل بيه مظله طبيه، هنقدر نخدم العضو خدمه ايجابيه ونكون ايجابيين. انا بقابل الناس في النقابه يقول لي نقابه ايه؟ النقابه ما بتقدمش اي خدمه، ما بتعملش اي حاجه، النقابه عملت ايه؟ النقابه بتعمل. انا واحد من الناس خريج 93 كيمياء حيويه، دخلت النقابه مره واحده اول ما اتخرجت هنا في اسكندريه، ومره لما انا قدمت. باقي كده انا بسدد الاشتراكات ازاي؟ كل 5 سنين 6 في القاهره بسدد الاشتراكات. لما ابقى مضطر للسداد انا او غيره كله، في ناس كتير جدا انا عرفتها مش مشتركه نهائي ولا مسجله ولا مسدده. انا اجذب العضو ازاي او اجذب خريج العلوم؟ لازم اديله خدمه، لازم انا ابقى ايجابي عشان هو يبقى ايجابي وبيجي ويسدد ويدفع. النقطه برضه بتاعت المعاشات، يعني حاجه مهينه جدا ان معاش العلمي يبقى 50 جنيه او 3 شهور. على ما سمعت انا في يوم من الايام جيت هنا احد الزملاء بيقول انا خدت في 3 شهور 147 جنيه، يعني حاجه تكسف. 142 جنيه تقريبا حاجه مؤسفه. مره في السنه مره او عشان الانتخابات او ما اعرفش يعني. فللاسف حاجه مؤسفه. يبقى احنا برضه هنزود موارد دخل ولا يستفيد. لو انا سددت 26,000 مثلا، رفعت الناس عندي من 13,000 ل 26,000 عضو، ما انا ضعفت دخل النقابه من طريق واحد غير الخدمات الاخرى اللي انا هقدمها. فاقدر ازود المعاش وما يبقاش عندي حجه ان انا اقول لا والله ده العدد مش كافي والعاملين ما بيسددوش وحجج. يعني مش عايز ندخل في حجج، يعني ندخل في ايجابيات وحلول. مش هنقول 50، يعني الناس بتتحرك تقول 50 جنيه. الفيديو اللي عايز يتجوز مش مشكلة. اللي عايز يتجوز بالظبط. احنا يعني شو نحاول نحل مشاكلنا بنفسنا. دي مشكلة. مش واحد يفكر او اثنين او مجلس، لا كل القادمين يبقى لهم راي، يبقى في اجتماع شامل مفتوح. شو الاعضاء يحاسبوا المجلس عملت ايه، ويبقى اي عضو له بالبرنامج بتاعه له حق الاطلاع على اللي حققه المجلس في الشهر، شهر بشهر. مش هنقعد نسيب 20 سنه او 15 سنه ونيجي بعد كده نفتكر ايام الانتخابات نقول يلا يا جماعه عندنا انتخابات علميه. ثانيا انا عايز حاجه مش مسدد بقاله 4 سنين و5 سنين. غير كده ان انا ما عنديش وسيله ان انا اجذبه، ان انا اقول له تعالى. فلازم يبقى له صوت الاول يغير بيه، وبعد كده هيجي يدفع الباقي وهيجي يسدد وهيجي ملتزم. هيبقى قبلي، هيبقى هو ملتزم قبلي عشان اخد خدمه وخد ايجابيه وحس ان نقابته واقفه معاه وحس ان وراه نقابه قويه وحيه. اما انا شخصيا انا مش منتمي لاي حزب سياسي ولا لاي جماعه دينيه، ولا عمري من اول ما اتولدت لغايه النهارده، ومش محسوب على اي حد ولا مع اي حد. والله انا بالنسبه لي شخصيا انا ما بدعوش الناس لكده. يعني انا ما بدعوش الناس لكده، بس انا عشان ما ابقاش محسوب على فريق او ضد فريق. يعني انا مستقل ومرشح نفسي مستقل بهدف اصلاح النقابه. تحاليل بقى يا دكتور. شكرا يا دكتور. يعتبر عن النقابه يقول لك انا لقيت النقابه انا مره ايا كان السبب مفيش حاجه. تعالى يا اخي هذا يعني عيب ليك. مفيش حد يا دكتور. ما بنفعش عن المجلس. مفيش لا حد. انا ما عنديش قوه ان انا حاسب المجلس، ما عنديش قوه. بس عليك وصيه يا ريت بعد اللقاء تيجي تقعد معانا وتعرف ايه اللي حصل عشان تقدر تتابع المشاكل الموجوده. بس تعليق تفصيل تعليق على اتفضل. دقيقتين بالظبط، دقيقتين. لا دقيقه واحده. دقيقة واحدة. أولا أنا بأرجو عدم استغلال النقابة في الترويج لقائمة معينة وهي قائمة الدكتور يوسف. إزاي بيحصل؟ لحظة يا بيه، لحظة. أنا ناس أعرفها في معمل المختبر جم من يومين يسددوا الاشتراك، الموظفين ما بدهمش معلومات، ما بدهمش أسماء المرشحين، بدهم قائمة الدكتور يوسف فقط. دي نقطة. النقطة الثانية الناس بتفهم إن هم دول فقط المرشحين. انا اعلم
معلش انا المسؤول وانا تمام. النقطة فبيوزع الموظفين بتوع النقابة بيوزعوا كتيب الدكتور يسري ومجموعته على الطلبة بحيث يعملوا حيود ما بيجاوبوش، يقولوا لهم مين المرشح، قالوا لهم خدوا الكتاب ده. هو يروح يطبق فين؟ معلش يا بيه، لا هم بيجوا هنا يسددوا اشتراكات، الناس اللي بتشتغل بره. طلبه مالهم. لا مش طلبة يا بيه، ناس خريجين علميين اعضاء في النقابة بيجوا يسددوا اشتراكات. فدي نقطة. النقطة الثانية حاضر، النقطة الثانية برضه حاضر. انا برد اجابه عنك. النقطة الثانية برضه النقطة الثانية في السادة الأساتذة، أرجو أنا كشخص أحمد يامن أرجو مراجعة قائمة كل اللي مع الدكتور يسري على الشعب المرشحين، هل هو في الشعبة فعلا؟ وخصوصا أخص شعبة التحاليل الطبية أو شعبة العلوم الطبية الأخ اللي مترشح. مش مجال اتهام لناس، لو في هناك اعتراض على شيء في لجنه طعون في النقابه العامه. عدت يا بيه اللجنة عدت. لا موجوده، لا لسه شغاله. قدم ما هو لكن موجوده، ده مش مجال دلوقتي ان احنا نوزع الاتهامات على بعضينا. ما نستغلش يا بيه النقابة للترويج لقيمة معينة على حساب الآخرين. لازم احنا نبقى فير ولازم نبقى مع بعض.